الإسكندرية تقدم سنين وراها سنين، بتحكي ايدين معاها ايدين، بتبني. مذيعتنا العزيزة مشغولة في إيه؟ بكتب حجز هبعته للتنسيق. وروح بتنقل نبضها للناس، لجوه القلب نور يسري، أثير موجة يطير ويهفهف، يخلي الحلم علم. يغني في الميعاد اهو بالظبط قدام الاستوديو، والهندسة مستعدة للعمل والإبداع. كأنه كان امبارح ولسه، بكتافنا شايلين القضية. ثقافة جيل بيعلى ويعلى، إذاعة عريقة أصيلة عافية. ومن هنا مكتبة الشرايط بترحب بيكم. نعدي نسلم لغيرنا الكلام، وجيل بعد جيل بيحلى العلام، يكمل رسالة أسد كبار، وموجة بتهدي لموجة السلام. ساعة حب، ساعة حب، ساعة رد الجميل لجيل جميل. جميل. أساتذة FM، الإعداد والتقديم خالد السيد. أهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد أساتذة FM. الموسيقى والغناء أعزائي المستمعين من الحاجات اللي دايما الإذاعة بتتميز بيها. لو كانت الأغاني اللي موجودة داخل الإذاعة بتعبر عن ثقافة هذا المكان، بتعبر عن حول كيفية تعامل الأشخاص بعضهم مع بعض، كيفية الناس اللي بتقرأ حتى بتقرأ إزاي وبتتعلم إزاي وبتفهم إزاي. كل ده لا يأتي إلا عن طريق شيء ساحر اسمه الموسيقى. والحقيقة الموسيقى لغة زي ما كنا بنتعلم واحنا صغيرين كده، لغة عالمية. لو جيت اتكلمت قدامك مثلا بلغة فرنسية، في ناس كتير مش هتفهم، انما لو عزفت لهم او سمعتهم موسيقى فرنسية الناس هتفهم. النهاردة بيسعدنا يكون معانا ملحن كبير الأستاذ إبراهيم الفرس. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ سيد، أهلا بيك وأهلا بالسادة اللي بيسمعونا دلوقتي. أستاذ إبراهيم، إيه رأي حضرتك في مقولة إن الموسيقى لغة عالمية؟ طبعا دي بالتأكيد هي لغة عالمية، أي حد بيفهمها، لأن الموسيقى لغة عالمية، و يعني أي حد بيستوعبها وبيقدر ان هو يقول المزيكا دي بتعبر عن وممكن يقولها بصوته طبعا. حتى الطفل ممكن هو يقولها، مش الكبير بس. تعال نروح بقى لحضرتك والبداية أستاذ إبراهيم الفرس، وعايزين ناخد CV بقى عن حضرتك كده. التاريخ الميلاد، يعني حضرتك كيف بدأت؟ ابتدينا من الأول خالص كده، والملحن الكبير أستاذ إبراهيم الفرس نجمنا النهاردة. الله يخليك. هو طبعا الميلاد أو مسقط رأسي مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة. طبعا المدينة بهدوء. عشان كده لحنت رشيد يا أستاذ إبراهيم؟ ايوه طبعا، ده لازم ان انا اعمل اغنيه لبلدي. كان كاتبها طبعا ضيفنا الكريم اللي كان موجود معانا الاسبوع الماضي الاستاذ عاطف عبد الحميد، وهو تذكر حضرتك بكل خير. ايوه الله يخليك. ايوه عملنا اغنيه عن رشيد ورحت معهم فعلا وصورناها. نرجع تاني بقى جميل يعني. مسقط الرأس. مسقط رأسي كان رشيد. فضلت في رشيد لغايه لما اخذت الثانويه عامه. قبل كده أستاذ إبراهيم الموسيقى دي أصلا بتبتدي منذ الصغر؟ لا، هو كان في موهبة باينة منذ الصغر، احكي لنا كده. طبعا هو يعني من الصغر، لما كنت بسمع الأغاني العاطفية بتاعت عبد الحليم ومحمد، ده في الإذاعة عموما بشكل عام. في الإذاعة طبعا. ما كانش لسه تلفزيون طبعا. ظهر، أنا عجوز. مين قال؟ يعني يا أستاذ إبراهيم حضرتك طالع معاش من كام سنة؟ من 3-4 شهور يمكن. صح ولا ايه؟ لا والله قبل كده. شباب يا أستاذ إبراهيم. الله يخليك. الله يخليك. فطبعا زي أي حد بدأ يحب الغناء ويتفقه في الكلمة بتقول ايه، والنغمة بتعبر عن الكلمة. هو الملحن لازم يدقق في الكلمة
ولا هو اللحن ممكن يقعد كده على طبلية كده ويطبل ويطلع اللحن لا وخلاص؟ لا. ما تحكي لنا كده عن لا. الموضوع ده، جاي معاك منذ الصغر ازاي؟ لا هو من الصغر ما كانش ملحن. عمري ما دخلت ان انا هبقى ملحن في يوم من الايام. انا كنت الاول بحب الاغاني وبسمع عبد الحليم والحان الموجي، كانت بتعجبني. كان استاذي محمد الموجي اللي اتعلمت منه الاغاني كلها بتاعته انا حافظها. قراءة الفنجان دي حاجة، لا دي كانت بقى في الاخر، احنا ما لسه في اقصدش، الاول بقى. بس عايز اقول لحضرتك قراءة الفنجان دي تحديدا يعني كانت قمة من قمم اعمال. بص يا استاذ خالد، اتفضل. هو كل اعمال الموجي كان قمة طبعا. وعايز اقول لحضرتك حاجة، اي لحن حلو احنا بنسمعه، تخيل لو هو قال لك ده لحن محمد الموجي او محمود الشريف او السنباطي، اوعى تصدق ان الناس دول هم اللي عملوا اللحن. ليه؟ لان ده ابداع، وانت طبعا احنا متفقين ان اي عمل فني ده ابداع، مش كده؟ الابداع اما الهام او استلهام. الالهام يعني الجمله بتجيلك من فوق من عند ربنا، انت ما عملتش فيها حاجه. فاي فن من الفنون الهام او استلهام. استلهام بتحاول، انما الالهام ده من عند ربنا، بتيجي الجمله بتمسك بتحط الكلام قدامك بتطلع كده، ده صحيح. اكنك كنت ملحنها قبل كده. سبحان الله. صحيح. زي فاللي بيقول لك ده تلحين فلان وده عبقري، لا، ده ربنا هو اللي من عليه ده صحيح. بالجمله ده دي. صحيح. ليه؟ ونعم بالله. ده يعني ده من عند ربنا. ونعم بالله. استاذ ابراهيم، نرجع تاني بقى لحضرتك وقلنا ان احنا مواليد سنة كام؟ نبتدي بالسي في كده. انا مواليد، حابب تقول مش حابب مش مشكلة. لا انا مواليد 23 4 سنة 47. ربنا يدي حضرتك الصحة يا رب. فضلت انا طبعا من صغري وانا بحب جدا جدا الاغاني الحلوه بتاعت محمد الموجي البسيطه، اللي هي البسيطه اللي كانت ايه، مذهب وكوبلهات، والكوبلهات شكل بعضيها لان الكلام بنفس المعنى فبيحط نفس الالحان اللي احنا بنعيشه دلوقتي. بس فكانت الاغاني البسيطه دي كنت بحبها وبرددها مع نفسي وهكذا يعني. ففضلت احب الاغاني وبغني لغايه ما اخدت ثانويه عامه سنه 1966. بس لغايه دلوقتي ما تعلمتش آلة موسيقيه وما تعلمتش مزيكا، حاجه تسمع. بس بالودن، بسمع فقط وبسمع وبغني. ما عنديش فكره ان انا الحن او كده يعني. كان فكره التلحين ده يعني حاجه يعني خارقه بالنسبه لي، مش متوقعه لسه. وبعدين جيت اسكندريه، من رشيد جيت اسكندريه لما التحقت بالجامعه، وبالتحديد كليه التجاره جامعه اسكندريه. في الوقت ده بقى الظروف خدمتني، لقيت اعلانات في الشوارع ان في كورال سيد درويش في قصر ثقافه الحريه، والامتحان والتقديم يوم كذا، والامتحان يوم كذا، واللي هتمتحنا دكتوره رتيبه الحفني. يا نهار ابيض، اسامي اسم كبير. جيت دخلت فكر ان انا جاي اغني. دكتوره رتيبه الحفني، ده كورال يعني غناء جماعي. الدكتوره رتيبه الحفني قاعده على البيانو، وبعدين بصيت لقيتها بتعمل لي اصوات على البيانو علشان ارددها، عشان تشوف ودني. اصوات مونو طبعا. عشان اصوات فرديه. واربجات وبتاع وكده. بس فردي، كل ده فردي طبعا. عشان اقول عشان المهم ان انا اقول نفس النغمه ده صحيح بصوتي. معنى كده ان ودني مظبوطه. بس المهم ان انا نجحت الحمد لله. تمام. دخلت بدأنا الكورال بقى نحفظ. فوجئت ان في استاذ كبير ملحن عظيم اسمه محمد عفيفي. طبعا. بصيت لقيته بيغني حلو قوي، ودخلني بقى في ايه، في حاجه تانية غير محمد الموجي اللي انا بعشقه. بصيت لا دخلني في ايه، في حاجه اسمها سيد درويش، ما كنتش اعرفه، عملاق. بس فدخل في سيد درويش بقى. بصيت لقيت البساطه والتعبير ده بقى صحيح. دخلنا بقى في ايه، في التعبير عن الكلمه. وبصيت لقيت نفسي في عالم تاني ودنيا تانية حبيتها بشكل لا تتخيله. على طول نزلت اشتريت عود، كنت محوش
محوش تحويشه حلوه كده. لا التحويشه الحلوه دي ايامها كانت في حدود 3 جنيه يعني. بس احنا بنتكلم ال 3 جنيه دي كانت بتساوي كام النهارده؟ مبلغ كبير قوي. فاشتريت العود، وبعدين ابص الاقي احنا بنجتمع مع الاستاذ محمد عفيفي في قصر ثقافه الحريه يومين في الاسبوع. شويه بالنسبه لي انا عندي نهم وعندي بقى ايه استعداد ان انا احفظ كل يوم غنوه، مش كل اسبوعين 3 بس. فما لقيتش الا ان انا اكلم الاستاذ عفيفي علشان يديني كورس في بيته. بس كلمته وفعلا بقيت اخد مصروفي واتعلم بيها. ودي حقيقه يعني. بس استاذ ابراهيم، يعني كل ده طبعا لسه ما كانتش بدات علاقتنا باذاعه اسكندريه تظهر. ايوه، علاقتي باذاعه اسكندريه بقى بدات امتى؟ في الاول لما دخلت الجامعه كان في ايامنا حاجه اسمها مهرجان شباب الجامعات. كل كليه بتجيب الموهوبين عندها وبتقدمهم، وبندخل في مسابقات، واخد بال سعادتك، وهكذا، وبنروح نعرض في القاهره. وفي ناس وفي اللي بيطلع الاول واللي بيطلع الثاني وهكذا، والجرايد بتكتب عن الناس دول وهكذا. فالمهم دخلت في الجامعه في كليه التجاره. دخلت. حضرتك خريج كليه تجاره؟ احنا مستمرين مع حضراتكم اعزائي المستمعين. يبقى احنا عرفنا الميلاد وعرفنا المؤهل بتاعنا الدراسي. المهم وانا في ثالثه في الكليه بقى اخدت مركز اول. كليه التجاره، تمام. جامعه اسكندريه. ده اخدت مركز اول في الغناء، لان كنت غنى. غنى يعني لسه لم يبدا حتى الان حتى علاقتنا مع العود. غنى. غنى. ولعلمك بقى في الوقت ده اللي انا كنت بغني فيه في كليه التجاره، كان في كليه الاداب مين بقى اللي بادئ كملحن وهو طالب في الجامعه؟ الكلام ده كان سنه 67 68 مثلا بالظبط. كان ابراهيم نصير، الملحن الجميل. يا دنيا حبيبي وصديقي ابراهيم نصير. ابراهيم نصير كان في كليه الاداب وانا كنت في التجاره. فهو كان في كليه الاداب وكان غاوي تلحين. هو يمكن انا بحب له قوي يا غربه رسينا اللي غناها فنان ايمان الواحده ريش، من الاغاني الجميله يعني. لا هو نتذكر لا حاجات طبعا حلوه جدا، كل الحانه حلوه جدا. طبعا. ايامها بقى ابراهيم نصير عمل ايه؟ عمل اغنيتين يعني كان بينجح بيهم وبياخد فيهم يعني بياخد بيهم مراكز اول. عمل كان ضميني ماينر ده طبعا. وعمل قول يا قلم، اللي بعد كده ايمان البحر اخدهم وعملهم في ايه؟ في ألبوم. المهم احنا كلنا بدأنا في الجامعه. صلاح الشرنوبي كان في كليه الهندسه وبدأ معانا في الجامعه وهكذا. كنا مجموعه كبيره قوي. هو صلاح وفاروق الاثنين اسكندريه. وكان وحمدي صديق كمان من الهندسه. حمدي صديق الملحن الجميل ايضا. عمل حاجات جميله ايهاب توفيق كده. كلنا فعلا فأس مهرجان شباب الجامعات. تمام. وكلنا كنا بناخد مراكز اول. وكنا يعني ايه، حضرتك قلت لي كمان بتاخد مركز اول في الغناء. مسمعين كلنا. طيب نرجع للاذاعه بقى. المهم بقى لما بصيت لقيت ان انا اخد مركز اول في سنه وانا في ثالثه كليه. فجيت الاذاعه علشان يعتمدوني مطرب وليس ملحنا. تمام. مع ملاحظه حاجه ان انا الدغ في حرف الر، بس من حبي للموسيقى والغناء. وطبعا اتعلمت عود. هي مش واضحه قوي على فكره. ايوه هقول لحضرتك اهو. انا طبعا كنت بلعب عود وتقدمت بسرعه، لان انا بدات دراسه المزيكا في سن عندي 18 19 سنه. ما هو انت بادئ دراسه الموسيقى وانت صغير بالسمع. ما هو دراسه الموسيقى باديه بالاستماع يا استاذ. ايوه. انا بدات بقى يعني امسك آلة واتعلم على الآلة واعرف الفرق بين الفاست والبياتي والمقامات الموسيقيه ودرجات الركوز والحاجات دي كلها. فطبعا دخلت في عالم تاني. فجيت الإذاعة عشان امتحن. طب قبل ما نروح الاذاعه ما تيجي نروح كده لحن من الحانك استاذ ابراهيم، وزميلتنا احلام مجهزه لنا مجموعه من الحان حضرتك الجميله جدا. تحب نسمع محمد محب مثلا؟ والله نسمع محمد محب يا احلام موجود؟ يلا بينا نسمع حاجه لمحمد محب ونرجع تاني. يا فصلوني في الليل بيبقوا على ضي مي، يجمل عروسة
جميل. والثقافة الموسيقية هنا مهمة قوي، يعني الريتم ده مقصد بيه ايه؟ والله بص، هو الكلام على انا اللي كاتب الكلام. انا والله كنت بقول لاستاذ عاطف عبد الحميد الاسبوع الماضي، قلت له هو ايضا اسمع ان هو بيكتب كلمات استاذ ابراهيم. انا كاتب الكلام واللحن. اللحن. هو طبعا اللحن فكره. الكلام بيقول يفصلوا لي في الليل بيبرق الله على ضي ميه يجمل عروسه على البحر الابيض يا اسكندريه. العروسه هنا اسكندريه، فطرق لي ان انا اعمل ايقاع الزفه، وعملت ايقاع الزفه. دي ثقافه يا استاذ لعلمك بقى. الاغنيه دي جاي محمد محب الاول عشان انا اللي كاتبها، وانا ما بكتبش اغاني. دخلت بيها للاستاذ فاروق شوشه. الله، والله الشاعر الكبير، والله قبل ان يكون اذاعيا طبعا، اذاعيا كبيرا يعني. والله مضى عليها وجبتها. كان هنا في التلفزيون اول ما التلفزيون فتح. كان الاستاذ نبيل هاشم مدير المنوعات. الله على الاسماء الجميله. فلما شاف الكلام عجبه قوي. المهم محمد محب راح له عشان كان في حفله وهيغني فيها محمد محب. قال له اغني ايه يا راجل؟ قال له بص، قال له روح لابراهيم الفرس، شوف لو عنده حاجه يديها لك. فلما جالي محمد محب، الثقه الجميله والله ده اللي حصل. ثقه جميله قوي. جالي محمد محب قال لي عايز كذا كذا وبتاع، فعطيت له الاغنيه. الاغنيه كانت بتتغنى في حفله كانت في مسرح سيد درويش اللي هو الاوبرا حاليا. وهي بتتغنى الاستاذ صابر مصطفى كان رئيس الاذاعه. صابر مصطفى ده فنان. كان رئيس الاذاعه، وطبعا كان فنان وبيكتب اغاني. فنان. فلما سمع الاغنيه والله ده اللي فاكره كويس جدا، واللي وصلني يعني من المسؤولين. فعمل تليفون لهم في الاذاعه وهم بينقلوا الحفله، قال لهم اللحن ده بتاع مين؟ قالوا له ده بتاع ابراهيم الفرس، استاذ ابراهيم الفرس. بس فالمهم محمد محب بقى كان كل حفله لإذاعة اسكندرية يغني الأستاذ صابر مصطفى يقول لهم حطوا في الحفلة فصلوا لي محمد محب علشان يغني فصلوا لي. شفت أحلام بقى؟ والله ده اللي حصل. شفت أحلام بقى وقد إيه هي قاعدة ويعني بسم الله ما شاء الله عندها. والله العظيم يا أستاذ خالد ده اللي حصل. كل حفله الاستاذ صابر مصطفى يحط محمد محب. يمكن محمد محب ما يعرفش الحكايه دي علشان يغني فصلوا لي. الله. بس ودي بقى دي كانت تاني اغنيه لمحمد محب في الاذاعه. الاذاعه المصريه واذاعه اسكندريه. علشان كده بقى انا ومحمد محب لما الاغنيه نجحت وسمعت قوي قوي، يعني زيها زي الاغاني اللي هي المشهوره البدرية السيد وعزت عوض الله وبتاع وكده، فدي كانت مسمعه جدا ايامها. مين اللجنه اللي امتحنت حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ لما جيت بقى عشان ابقى مطرب. احنا اتفقنا لسه ملحن دي ما جاتش. لسه ما جاتش. فدخلت ومعايا العود. ومين اللي كان بقى رئيس اللجنه واللي بيمتحني؟ ايوه الاستاذ حافظ عبد الوهاب. بسم الله ما شاء الله. والكلام اللي هقوله مكتشف عبد الحليم يعني. والكلام اللي هقوله بقى اتفضل. موثق وربنا يديها الصحه والعمر، الاستاذه عفاف المعداوي. انا لسه والله كنت بكلمها بعيد عليها، قلت لها لم تمر حلقه يا مدام عفاف الا وتم ذكره اسمك فيه. طبعا. الله، ده الاستاذه عفاف المعداوي دي حبيبتنا كلنا، اذاعيه كبيره. يا خبر ابيض جدا جدا. وانسانه ومتذوقه للفن وللموسيقى وعارفه كويس جدا ان الاغنيه هي اللي بتستقطب المستمع. والثقافة. علشان كده كانت هي بتهتم جدا بالاغنيه. ده حقيقي. كانت دايما تقول لي الاغنيه هي اللي بتستقطب المستمع، واخد بال سعادتك. وانا ما انساش ابدا لها في يوم من الايام. اتفضل. كلمتني في البيت قالت لي ان في حفله عيد الاذاعه يوم كذا وعايزه احمد ابراهيم يغني في الحفله. جميل احمد ابراهيم طبعا. كلمت احمد ابراهيم وجاء فعلا وشارك في الحفله وغنى اغاني سكندريين، غنى اغاني عزت عوض الله وبدرية السيد. على فكره يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الاغنيه لم تعد سكندريه يا استاذ ابراهيم، الاغنيه اصبحت عالميه دلوقتي. يعني انا ما ينفعش اصنف الاغنيه السكندريه بانها سكندريه الا انها ثقافتها سكندريه، انما الدنيا كلها ممكن تسمعها وتتذوقها. بص يا استاذ خالد، اتفضل. الاغنيه السكندريه هي دلوقتي يعني هي الطب، وهي الاغنيه اللي سايده في العالم العربي. ليه؟
هقول لحضرتك ليه. اللي يقول لك الاغنيه السكندريه مش منتشره، ده معلش يعني افقه يعني مش يعني بص مش متسع، ضيق بالظبط كده. ضيق. لكن الاغنيه السكندريه مش هي الاغنيه اللي بتذاع من اذاعه اسكندريه. لا طبعا. الاغنيه السكندريه اللي ابنائها سكندريين. لما نيجي نبص للمؤلف اللي هو ايه، نبتدي من اول سيد درويش بقى كمان يعني. لو بدأنا في الشعر الغنائي، الشعر الغنائي هنبص نلاقي عماد حسن سكندري طبعا، احمد شتا سكندري، الله. وليد رزيقه سكندري. صحيح. مش دول المؤلفين بتوعنا، شعراء غنائيين، الشعراء الغنائيين. في الشعر احمد يوسف سكندري. صحيح. كل الكبار اللي هم النهارده بيتصدروا الاغنيه الكبيره سكندريين. ده صحيح. مش كده؟ وبعد عمر بطيشه يعتبر سكندري لانه من دمنهور برضه. فكل صناع الاغنيه من اسكندريه. ده احنا ابتدينا من الأول. المؤلفين. نيجي للملحنين. اعظم الملحنين من اسكندريه، بدءا من سيد درويش. سيد درويش ومحمود الشريف محمود الشريف ده حاله لوحده طبعا. ده كل الشقاوه موجوده عند الراجل ده من باكوس من جنبنا عشان كده كل الشقاوه اللي في مسكته دي. رؤوف زهني اسكندريه، محمد سلطان اسكندريه، محمد علي سليمان اسكندريه. ايه ده؟ ربنا يديله الصحه طبعا. كل دول وبعدين انتهاء بصلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي، ربنا يديله الصحه. امين الاثنين يا رب. كل دول سكندريين. الاغنيه. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ ايمان البحر. صحيح. مطرب جميل، ربنا يديله الصحه. انغام يا رب طبعا. انغام شاطره جدا. عماد عبد الحليم واحساسه الجميل. كل دول سكندريين. فمعنى كده ان الاغنيه منشأها اسكندريه. ده صحيح. صح. ده صحيح. ناخد حاجه من احلام ونرجع تاني نكمل مع الملحن الجميل الكبير استاذ ابراهيم الفرس. ضمي ونسي الدنيا، ضمي ونسي الناس، أنا وانت حنبقى في ثانية، ملناش غير الإحساس. ضمي ونسي الدنيا، ضمي ونسي الناس، أنا وانت حنبقى في ثانية، ملناش غير الإحساس. إحساس بالحب وبس، إحساس بربيع العمر، ولا نعرف هم الدنيا، ولا نسمع لكلام الناس. إحساس بالحب وبس، إحساس بربيع العمر، ولا نعرف هم الدنيا، ولا نسمع لكلام الناس. ضميني 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 وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس. الحقيقه يمكن ده عمل من الاعمال السكندريه الجميله جدا، ولكن خلونا نرجع بقى تاني كده استاذ ابراهيم الفرس. اتفضل. معلش انا عايز اقول حاجه. احنا كنا بنسمع ضميني. ضميني دي من الاغاني الحلوه اللي انا بحبها لحبيبي. والله هما الاثنين حبايبي، اذا كان ايمان البحر ربنا يديله الصحه، وابراهيم نصير الملحن. لان الاغنيه دي اول مره سمعتها لما كنت طالب في ثالثه جامعه، وكان ابراهيم نصير بيغنيها في مسرح الجامعه. استاذ ابراهيم يعني معلومه موسيقيه كده نقولها للناس قبل ما تتفضل.
هو بالنسبه لي بقى لما جيت امتحنت. خلينا دي ان شاء الله نقولها بعد اذان الظهر، ولكن معلومه موسيقيه صغيره كده قدامنا دقيقه. يعني اعتماد بعض الناس او كثير جدا من الملحنين على مقام او اتنين والبعد عن المقامات الشرقيه. يمكن احنا كنا بنسمع كثير جدا من الاغنيات يا اما مقام الماينر اللي هو النهاوند او مقام الكرد. بالظبط. يعني راي حضرتك في ايه ده برضه؟ وقله التنوع ده يعني الى حد ما شايفها برضه حاجه كويسه في المقامات الموسيقيه؟ لا لا لا، هي مش حاجه كويسه ولا حاجه. قله التنوع ده ده بينم عن ان الملحن ده برضه مش فاهم او ما عندوش فكره عن، ما عندوش معلومات المقامات عن الموسيقيه بشكل المتعدده، واللي هي بص يا استاذ خالد، المقامات الموسيقيه زي الالوان، في لون بيتمشى مع لون، مش كده؟ صح. خلونا بس الاول نروح لاحلام ونرجع نكمل مع حضرتك مره ثانيه. قلبي يشتاق لبيت النور، نبي الله ذكي النور، نبي الطلعة ما أبهاه. الله 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 الله. قلبي يشتاق لبيت النور، نبي الله ذكي النور، نبي الطلعة ما أبهاه. قلبي يشتاق لبيت النور، نبي الله ذكي النور، نبي الطلعة ما بان. الله 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 الله. هنا الإسكندرية يحين الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينتي الإسكندرية والبحيرة، ويرفع الآذان الشيخ مصطفى إسماعيل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينتي الإسكندرية والبحيرة، ورفع الآذان الشيخ مصطفى إسماعيل هنا الإسكندرية. ما زلنا أعزائي المستمعين مستمرين، ولقائنا الممتع مع الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم الفرس. مرة تانية بنرحب بحضرتك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بيكم. وعلاقتنا بإذاعة الإسكندرية بدأت كمطرب. بدأت أما كنت طالب في كلية التجارة في سنة ثالثة. جيت ومعايا العود بتاعي. سمعني بقى في اللجنة الأستاذ حافظ عبد الوهاب. ده قيمة كبيرة. بص لقاني. كنت طبعا صغير، معاك العود طبعا ومعايا العود. وكنت بقى بغني. أنا فاكر كويس قوي غنيت أيامها لحن صعب جدا بس هو سهل جدا على اللي بيسمعه، اللي هو يا حلاوة الدنيا يا حلاوة. الله. ده مقام اسمه زنجران. مش متعرف عليه كتير. ما حدش بيلحن منه أنا إلا كان زكريا أحمد. فنان عمار الشريعي يمكن كان هو بيشرح مرة وعرفنا إيه المقام. زكريا أحمد بس اللي كان هو متفقه في اللحن ده، عمل منه بتاع كذا غنوة. المقام قصدي حضرتك، بس مقام صعب جدا في الغنى، لكن اللي بيسمعه سهل على الود. ده صحيح. يا حلاوة الدنيا. فالحقيقة مش حضرتك مطرب ما تيجي تسمعنا جزء منه كده؟ مش معقول يعني. هو صوتي كان زمان لا نسمع تيجي كده نجرب نرجع ورا كده ونسمع جزء صغير منه. صعب لأن ما معيش العود معلش. وبعدين طيب. يا سيدي سمعني الأستاذ حافظ لأني بلعب عود حلو قوي. وبعدين بعرف أغني. ما هو ممكن يكون صوتي حلو على فكرة مش سهلة. ممكن يكون صوتي حلو لكن ما أعرفش أغني، أو أذنك غير موسيقية. يعني ممكن صوته حلو لكن ما يعرفش يغني. في صوته مش حلو لكن بيعرف يغني. ما بيعملش اسطوانات وما بيعملش نشاز. بس المهم اتبسط جدا مني. وفوجئت بيقول لهم في اللجنة اعملوا له أغاني ما فيهاش حرف ب. يعني عشان حضرتك والله قد ايه قد كده قد ايه كده كان كان مبهور بيا. صابر. لا الأستاذ حافظ عبد الوهاب. عفوا أنا بعتذر. وكان معاه في اللجنة الأستاذ صابر مصطفى. وبعدين لعلمك بقى الأستاذ صابر كان متضايق من إن أنا أبقى مطرب في الإذاعة وأنا ألتقى الحقيقة. لكن بعد كده بقينا أصدقاء وبقينا حبايب أنا والأستاذ صابر. ما هو عايز أقول حاجة، طالما الموضوع فيه نفع عام بشكل عام، ليه أنا أحرم حد إن هو يعمل اللي هو عايزه وفي نفس الوقت ما هو هيبقى فيه مصلحة للمكان. والله عملوا ده كان فكرهم يا أستاذ إبراهيم. أيوة. لا كان فكر غير دلوقتي خالص. المهم عملت إيه؟ عملوا لي أغنية اسمها سيمفونية حب. اسمها إيه؟ سيمفونية حب. الأغنية دي ما فيهاش ولا حرف ب، وسجلتها للإذاعة. سجلتها للإذاعة. فكرة. وبعد كده مين اللي كاتبها كمان؟ اللي كان كاتبها الأستاذ عبد المنعم كاسب. الله. أيوة طبعا. واللي لحنها كان الأستاذ محمد غنيم. بس جميلة. المهم سجلتها فعلا للإذاعة. ومشيت. للأسف احنا اللي دورنا عليها لم نجدها والله يا أستاذ. لا الأغنية دي أنا أصلي سافرت، رحت اشتغلت في الخليج. كنت محاسب في إذاعة السعودية. بس وسبت الدنيا بقى، سبت الجمل بمحمل زي ما بيقولوا. ادوا الأغنية دي لنادر. المطرب رحمه الله عليه. وموجودة عندكم هتبص تلاقي الأغنية ما فيهاش ولا حرف ب. موجودة اسمها أحلام تدور على اسمها سيمفونية حب. سيمفونية حب طبعا، غناء رحمة الله عليه المطرب صوت الإحساس الجميل كمان. طبعا. وبعدين رحت بقى الخليج. بس هي الجميل فيها ان هم فعلا لم يجعلوا فيها ولا حرف ر. والله. بس ده يعني اشتغلت بقى في الخليج وسبت الغنى وبتاع وكده، قعدت سنين طبعا. بس العود كان معاك هناك في الخليج طبعا. انا ما اقدرش اعيش من غيره. الله. خلاص بقى. ده روحي. المهم قعدت في السعودية. اشتغلت في الإذاعة. بس بصيت لقيت بقى إذاعة السعودية بتذيع للمغاربة وتذيع للتوانسة وبتذيع للسعوديين وبتاع. بصيت لقيت نفسي بقى عندي مخزون من الأغاني والمطربين العرب دول. أشكال الغنى عندهم أشكالهم والأرتام مختلفة. والمقامات برضو عندهم مقامات مختلفة. دخلت بقى في دنيا في دنيا تانية. بصيت لقيت نفسي عندي مخزون. خلينا نقول حاجة مهمة. بدأت ألحن بقى. لا أنا عايز أتكلم في حاجة تانية. عايز أقول إن أنا ما رحت هناك ما كنتش مصمت
لا انا فتحت احساسي ان انا اتعلم حاجه جديده. بالظبط. ما وقفتش عند الموسيقى المصريه فقط لا أو لا الموسيقى لا 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 السكندرية. لا ده دخلت على عالم تاني، على دول عربية بتغني بأسلوب تاني وبطريقة تانية. في حاجة كمان مهمة جدا نفعتني، في أغاني مغربية ما كنتش عارف معانيها أو الألفاظ دي بتقول هي إيه. معظم يمكن لما كنت بحج سنة 1406 ده هجريا. أنا في المكان اللي كنا نازلين فيه تحت مني على طول في الدور اللي تحتي كانوا ناس مغاربة. كانوا ناس مغاربة، بقيت أسألهم على الأغاني اللي أنا مش عارف المعاني بتاعتها أو الألفاظ المعينة دي، فبقوا يقولوا لي نعيمة سميح لها الأغنية الفلانية بتقول كذا، دي نعيمة معناها سميح. كذا. وفي عبد الهادي بالخياط بيقول كذا، دي يقصد كذا، وهكذا. بصيت لقيت نفسي بقى بدأت يعني أفهم في اللغة بتاعتهم، فوكابلري جديدة دخلت. علشان أعرف الألحان دي اتعملت إزاي. ولازم أعرف الكلمة ومعنى الكلمة إيه وتعبر عنها إزاي. ده صحيح. وعرفت بقى الملحنين اللي هم كانوا بيعملوا الحاجات دي، ودخلت في عالم تاني. بدأت بقى أبتدي ألحن. يعني دي كانت بداية التلحين. لأن عندي بقى مخزون. جينا اسكندريه بقى، دخلنا لجنه الملحنين هنا يا استاذ. لا ما دخلتش لجنه الملحنين، لما هو في القاهره. دخلت في القاهره. ده رحت القاهره بقى. كان الاول القاهره فيها لجنتين، لجنه تلفزيون ولجنه للاذاعه. بعد كده اتعملت اللجنه الموحده للاذاعه والتلفزيون. ده في القاهره في ماسبيرو. دخلت الاول على فكره كويس قوي الموضوع ده، انت فكرتني بحاجه مهمه. اتفضل. لما دخلت لجنه، اول لجنه دخلتها كانت لجنه الاستماع بتاعه التلفزيون. ده هنا ولا في القاهره؟ في القاهره. في القاهره ما كانش في لجنه هنا للتلفزيون. لسه التلفزيون كان سنه 90 لسه. وعلشان خاطر ابتدي اشتغل واعمل الحان للتلفزيون بتاع اسكندريه لازم اعتمد من القاهره، لازم اكون معتمد في القاهره. فرحت دخلت لجنه. ده يعني انضموا بعد كده اذاعه وتلفزيون بعد كده ده مع بعدين بعض. لكن في الاول كانت لجنه التلفزيون. دخلت لجنه التلفزيون. امتحنوني. من اللي كان في اللجنه انسان جميل كده وبشوش. مين كانت اللجنه؟ عجوز. كانوا كتير في اللجنه. كان محمد الموجي، كان محمد الموجي ده عشقك ده يا استاذ ابراهيم. طبعا. وكان فؤاد حلمي. وكان حلمي امين برضه كان من الناس الجمال. حلمي امين. وكده يعني. وبعدين هو حلمي امين كمان مشهور بانه عمل تترات كتيره للاذاعه في القاهره الكبرى. لا والحانه كمان حلوه. المهم امتحنوني وبعدين طلعت. كان مين بقى اللي مستنيني بره؟ كان صلاح الشرنوبي. صلاح فنان صلاح. المهم في اللجنه دي امتحنوا ونجحوا 3 من اسكندريه. ابراهيم الفرس ملحن، صلاح الشرنوبي ملحن طبعا، وكان في مطرب برضه من اسكندريه ناسي اسمه. المهم احنا ال3 امتحنونا ونجحونا. بعد كده بقى بدأت في نفس الحاجة الغريبة بقى يا أستاذ خالد، حاجة غريبة يعني. في اليوم ده، اليوم اللي أنا امتحنت فيه، كان في دار الأوبرا حفلة وأنا معزوم فيها. اللي عزمني فيها مين؟ دي كانت حفلة رمزي يسا عازف البيانو العالمي. فكان مين اللي عازمني؟ عشرة عمري واللي كنت ساكن معاه وكان زميل دراسة، المايسترو أحمد الصعيدي اللي هو كان في الوقت ده قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني. هنتكلم عنه ده عايز وقت. فكان بقى إيه، طبعا في الأول في الأوبرا، وجيت أقعد في مكاني. أتاري أحمد الصعيدي جايب لنا الأماكن اللي أشوف صوابع رمزي يسا على البيانو وهو بيلعب على البيانو. مش أي مكان، في أماكن معينة هو جايبها لي. ببص مين اللي قاعد جنبي؟ لقيته الأستاذ فؤاد حلمي. الله. والله زي ما بقول لك حاجة يعني بقول لك ولا بس. فهو بص لي وأنا بصيت له، قلت له الله، مش سيادتك الأستاذ فؤاد حلمي؟ قال لي أنت مش امتحانك النهارده يا ابني؟ الله. وبتاع. فالمهم انت ايه اللي جابك هنا؟ ده الكراسي دي الاماكن دي يا ابني مش لاي حد. بس قلت له احمد الصعيدي ده كان في فصلي وصاحبي وبتاع. الله الله الله. فمن هنا بقى بدات علاقتي بالاستاذ فؤاد حلمي. تخيل اي اغنيه كنت بعملها للاذاعه
او للتلفزيون ما سجلهاش الا لما اعرضها عليه الاول، سمعها له. حتى لو بالتليفون يسمعها في التليفون يقول لي ايوه او يوجهني. بس فالحمد لله ده نفعني جدا في بداياتي في الاذاعه، ولذلك الحمد لله يعني كان لما يدخل لي لجنه في لجنه يعني اي عمل في الاذاعه والله كان الاستاذ ابراهيم عبد الشفيع مره قال لي وهو عضو في اللجنه بيقول لي ايه، بيقول سواء في لجنه القاهره او في اسكندريه، بيقول لي لما كنت بقى ابص في السكريبت والاقي اسمك في الحان هنسمعها لك اعرف ان احنا هنسمع حاجه حلوه في اللجنه. الله. بس ومن هنا الحمد لله كانت البدايات بقى. نروح لأحلام تسمعنا حاجة جديدة برضو من أعمال الملحن الأستاذ إبراهيم الفرس، ونرجع نستكمل لقائنا وحوارنا الممتع مع حضرتك. الله يخليك. أفرح أفرح والقلب ارتاح علشان جايالك الليلة الهنا مبدور على فرع النور وقلوب حبايبنا حوالينا ونعيش نرتاح ويا الأفراح ويا الأفراح أفرح والقلب ارتاح علشان جايالك الليلة الهنا مبدورة على فرع النور وقلوب حبايبنا حوالينا ونعيش نرتاح ويا الأفراح ويا الأفراح أنا بس عاجبني حاجة وحابب أرجع أتكلم عنها مرة تانية، وقال لأن يعني حتة حرف الر اللي عندك دي الناس الحقيقة رغم إن يمكن كان في معارضة من بعض الأشخاص، وطبعا كبير جدا الأستاذ صابر مصطفى أكيد كانت له وجهة نظر، ولكن بعد أن استمع إليك وصوتك وأدائك أكيد كان في تغيير للرأي يا أستاذ إبراهيم. الاستاذ صابر مصطفى انا يعني عايز اقول كمان الاستاذ صابر مصطفى ده من الناس اللي كنت بعتبرهم ليس مديرا للاذاعه ولكنه كان فنان كبير، كان فنان وكان صديق للناس وكان بيحب الناس وكان علاقتك بيه كانت ازاي يا استاذ ابراهيم؟ علاقتي بيه اولا هو كان معترض ان انا ابقى مطرب في الاذاعه وانا الدغ بس صدقني انا بلتمس له العذر لان انا ما كنتش مقتنع بنفسي ان انا ابقى مطرب وانا الدغ حقيقي يعني. عشان كده اتجهت للتلحين. الاستاذ صابر مصطفى بقينا اصدقاء وكان بيحبني وبحبه جدا لدرجه في يوم كنا في اجازه نص السنه وفجاه كده طلع في دماغي ان انا اخد زوجتي طبعا زوجة حضرتك اختنا استاذتنا الكبيره ساميه فاضل كانت مدير عام الشؤون الماليه والاداريه في الاذاعه فطلع في دماغي ان احنا نعمله عمره، فبقول لزوجتي ايه رايك؟ بس فقالت لي يا ريت، فرحت فعلا السفاره علشان اجيب يعني الورق المطلوب عشان خاطر تطلع ان شاء الله. فبصيت قال لي لا علشان خاطر تاخد تأشيرة دي قدامك بتاع اسبوع ما ينفعش، ده انا عندي ولادي صغيرين وعايز يدوب بس. فجيت للاستاذ صابر مصطفى بقول له يا استاذ صابر الموضوع كذا كذا وانا بس، فقال لي ده السفير صاحبي وبتاع. بصيت لقيته عمل جواب على المكنه وعطالي البتاع ده الكارت ورحت السفاره. والله اخدت التاشيره في نفس اليوم. قد ايه كان؟ والله في نفس اليوم، بس استلمت الباسبور بتاعي وبتاع زوجتي تاني يوم وسافرنا على طول. فانا ما انساش ابدا يعني الجمال اللي كانوا بيتعاملوا بيه معانا. كان انسان الراجل ده، كان انسان مش مثلا كان ممكن يقول لي ما اعرفوش او ما يعرفش حد او ما يتدخلش، انما بيحبوا يتدخلوا وبيساعدوا يقدر بيساعد. انا كمان اتذكر يمكن زملائنا في البرامج الاوروبيه بيتكلموا عن هذا الرجل بجد، كانوا بيقولوا ان هو يعني اجمل معنى ممكن يتقال انسان، مفيش حاجه شايفها احلى من كده. بص معلش مع احترامي للجميع اذاعه اسكندريه يعني حافظ عبد الوهاب، صابر مصطفى، عفاف المعداوي، مع احترامي للجميع، الجميع كويسين، ممتاز طبعا الجميع ممتازين وخلق بس حضرتك يمكن تعاملت مع دول بشكل خاص. الثلاثه دول اذاعه اسكندريه، لان فعلا الثلاثه دول
يعني كل حاجه في اسكندريه. يعني انا بقيت ملحن بحبي لمطربين اسكندريه. هقول لك حاجه، اتفضل. لو عبد الحليم حافظ بيغني في اي شبكه من الشبكات وفي اسامه رؤوف بيغني في اذاعه اسكندريه، لازم اسمع اسامه رؤوف في اذاعه اسكندريه. دي حقيقه، واخد بال حضرتك؟ دي حقيقه. لو اي حد بيغني في اي شبكه وفي بدريه السيد في اسكندريه، لازم اسمع اسكندريه. بدرية السيد دي حكايه لوحدها. فاتعلمنا من الثلاثه دول ان فعلا الاغنيه هي اللي بتستقطب المستمع. استاذ ابراهيم، بالنسبه لصوت زي بدرية السيد، يعني الصوت ده يمكن يعني عايز اقول لك هو صوت جميل وصوت معبر جدا، ولكنه لم يدرس الموسيقى، لم يدرس يعني انا اتوقع كده، ولكن هو بيغني بالفطره. حضرتك شايف ان كده احسن ولا الصقل بالعلم افضل، برغم انها بدرية السيد واسم كبير جدا جدا جدا؟ الصقل بالعلم ممكن ما يوصلناش للفنان ده فيه. بمعنى ايه؟ ان ممكن واحد ما يكونش دارس لكن ودنه حلوه جدا جدا وبيردد كويس جدا، بيعرف يغني. مش لازم يكون مذاكر، مش لازم يكون اكاديمي. اكاديمي مذاكر بشكل والدليل على ذلك، لا هو ممكن يكون مذاكر بالاستماع، انما مش اكاديمي. صحيح، مش اكاديمي. زي مين؟ مش بدرية السيد بس. تعالى لمحمد ثروت، الوحيد في جيله الوحيد في جيله اللي لحن له محمد عبد الوهاب. ده صحيح. ليه؟ وده سألت السؤال ده للأستاذ فؤاد حلمي، بداية من بلدي طبعا. قال لي محمد ثروت، ده فؤاد حلمي اللي بيتكلم، الله يرحمه. قال لي محمد ثروت انا لحنت له، ده موهوب، ودنه حلوه. مش محمد عبد الوهاب، انا بتكلم على محمد ثروت نفسه. على محمد ثروت. قال لي عشان كده محمد عبد الوهاب لحن له لوحده، ما لحنش لغيره. اغاني وطنيه من جيله. من جيله. فبيقول لي ودنه لما يسمع حاجه بيقولها هي بالظبط في التو واللحظه، فده موهوب. طبعا. بيقول لي ده موهوب طبعا. بدرية السيد نفس الوضع، فبسم الله ما شاء الله. انا اتوقع ان بدرية السيد لو كانت اتعلمت او درست موسيقى ما كانتش هتاخد نفس الشهرة. هقول لحضرتك حاجه. دي وجهة نظري. محمد الموجي ما كملش دراسته. محمد الموجي كان تلميذ فؤاد حلمي، هو وكمال الطويل، في معهد الموسيقى المسرحيه، كان اسمه زمان معهد الموسيقى المسرحيه. فمحمد الموجي قعد 2 ومشي، ما كملش. لكن مش اكاديمي، لكن بيلحن. ممكن يكون اكاديمي ومتعلم بثقافه موسيقيه عاليه جدا، لكن ما بيعرفش يلحن. التلحين ده موهبه. موهبه. الفعل ايه؟ وهبه. ربنا هو اللي وهب. فالعمليه مش عمليه دراسه، لكن ايه، لو هو موهوب بيسقل موهبته دي بالدراسه، اهلا وسهلا. ده صحيح. ده شيء جميل. انما يعني حضرتك ما فكرتش انك مثلا، برضه عارف هنا في الاذاعه برضه ناس بتخش هنا موزع موسيقي. السؤال لا سؤال جميل اللي انت اخدته من على لسانك. بتقول لي ما فكرتش انك تكمل وتبقى اكاديمي. بس ده حصل. ما هو موزع موسيقي يعني اكاديمي. ده حصل. والتحقت بمعهد بكليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان. صحيح. وحصلت على سنه 2007 على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى الفرعونية. الموسيقى الفرعونية ده في الآلات بقى المستخدمة والمقامات الموسيقية؟ لا، في الموسيقى الفرعونية ككل. يعني احنا دلوقتي بنبص نلاقي في الجديريات اللي موجودة والحاجات دي بنعرف ان كان عندهم موسيقى. ده صحيح. بنلاقي واحدة ماسكة هارب، واحد ماسك ناي، مش كده ناي عفوا. وهكذا. فطبعا هو البوصة بداية معنى كده ان هم كان عندهم مزيكا. ده صحيح. مش كده؟ وفي بيرقصوا، معنى كده كان عندهم مزيكا وكان عندهم أرتام. ده صحيح. مش كده؟ ف ده بيؤكد ان دول كان عندهم مزيكا، بس المزيكا دي لم تدون. ليه؟ لأن التدوين ظهر في النص الثاني من القرن ال19. ما كانش فيه تدوين موسيقي، يعني نوتة موسيقية مش مكتوبة. النغم الفرعوني ده مش مكتوب عشان اشوف واتعرف عليه بالودن، عشان الناس بعد كده تبتدي. وما كانش فيه مسجلات عشان اسجل النغم الفرعوني، لكن ده يعني بناخده بالاستنباط زي ما قلت حضرتك. الهام اللي هو الابداع، الهام او استلهام. هنا بقى مش ابداع، استلهام. استلهم ازاي بقى؟
اتوقع او استلم ان الموسيقى الفرعونيه شكلها بيبقى في الشكل ده. ازاي؟ لما اعرف المصري القديم ده كان بيفكر ازاي، كان تعليمه ايه، كان نظرته ايه للحياه، للمجتمع ككل، اقدر ان انا اتعرف على الموسيقى بالايه، بالخيال. واخد بال حضرتك؟ لان احنا ما سمعناهاش وعايزه ابداع، عايزه ابداع. أيوة. يعني انا بشوف الموضوع بشكلي وبرؤيتي الخاصه. أيوة. وابتدي اعبر عنه. فمن هنا اتعلمت. وبعدين بعد كده مع الاستاذ خير الملط، استاذ في كليه التربيه الموسيقيه، اتعلمت. كان ليه كتب في العود. ايوه. ده برضو كان معايا في يعني لما جيت عملت الماجستير كان في الحفاظ على الموسيقى والغناء والرقص في العصور القديمة والوسطى وفي العصر الحديث. هتقول لي طب والعصر والرقص دخلوا ايه بالغنى؟ لأن الرقص كان مرتبط بالغناء والموسيقى. لأن الرقص ده كان له قدسيته، ما كانش لهو وطرف زي احنا فاهمين. لا، ده كان له قدسيته، ده كان في المعابد والجنائز وبتاعه كده. هو والغنى. يمكن الناس ما يعرفوش ان الغناء ده اصعب حاجه في الدنيا. اصعب حاجه في الدنيا الغناء. مش اي حد يغني، ده ارتام وايقاعات. لازم يكون في ودن في الاول، لازم يكون في اذن. بس استاذ ابراهيم، يعني قدمت اعمال كثيره جدا في اذاعه الاسكندريه. كان نفسك تعمل ايه تاني داخل هذا المبنى او هذا الصرح الكبير؟ هقول لحضرتك. اولا انا قدمت اصوات كتيره لاذاعه اسكندريه. يعني في الاول خالص انا عملت فصلوا لي لمحمد محب، دي تعتبر اول غنوه له. ده صحيح، سمعناها. بعد كده سمعت صوت واحده اسمها سلوى شاكر، سمعتها في التلفزيون اول التلفزيون ما فتح 90. كان في برنامج كان بيعمله الاستاذ اللي كان ماسك المنوعات ده في التلفزيون. في التلفزيون الاستاذ نبيل هاشم. فاسمها سلوى شاكر، صوتها عجبني جدا جدا. فاتصلت، اداني تليفونها، كلمتها وجات وعملت لها اغنيه اسمها موال القمر. الله. دي اول اغنيه تتعمل في اذاعه اسكندريه بنظام التريكات الجديد. تراكات. دي اول اغنيه تتعمل هنا. ده كان مين اللي موزعها يا استاذ ابراهيم؟ ده كان الله يرحمه. لا، ده اسمه محمد شبل من القاهره، وكانت متسجله عند الاستاذ هاني شنوده صديقي وحبيبي. فعملتها عنده في الاستوديو في الجيزه. والمهم عملتها سلوى شاكر. سلوى شاكر ما كانتش معتمده في الاذاعه. المهم انا قلت لك هي ما زال على قيد الحياه. قلت لك قبل كده ان انا امتحنت في لجنه التلفزيون في القاهره، وبعدين في اللجنه الموحده للاذاعه والتلفزيون في القاهره، وبعدين جيت هنا في اسكندريه جبت الشهادات دي وشافوها هنا في اللجنه. واللجنه ما امتحنتنيش عشان انت معتمد. وجبت لهم اغنيه بتاعت سلوى شاكر اسمها موال القمر، كلام عبد المنعم. مش عارف موجوده ولا لا، ممكن تبص لنا عليها. موال القمر ليه؟ لسلوى شاكر. موال القمر. تمام. سلوى شاكر. فالمهم فجابوا جبت الشهادات بتاعتي من القاهره، شهاده التلفزيون، شهاده الاذاعه، الشهاده الموحده للجنه المعتمد اللي هي اللجنه الموحده للاذاعه والتلفزيون. وبعد كده جبت نموذج موجوده. طب ما تيجي نسمع جزء منها صغير. طيب نسمع جزء. يلا. استاذ ابراهيم، وقتنا للاسف. للاسف والله، هو غصب عننا. عندنا دقيقه واحده. هو بعد كده اللجنه سمعت سلوى شاكر اللي هي اولا شافت الاعتمادي من القاهره وكده. فاللجنه ما امتحنتنيش. وقالت
بالرجوع لاعتماده في القاهرة كذا وكذا، وباللحن المقدم له توصي اللجنة باعتماده. أستاذ إبراهيم، بعد كده طيب يلا سريعا. بعد كده اللجنة قالت لي إيه؟ قالت لي عايزين سلوى شاكر عشان نعتمدها عشان نذيع الغنوة. يعني حضرتك جت سلوى شاكر اعتمدوها، وفي نفس اليوم اللي اعتمدت فيه أذاعوا أغنية موال القمر. أستاذ إبراهيم الفرس، بشكر حضرتك جدا. وقتنا للأسف خلص انتهى، ولكن عندنا أكيد معلومات تانية وتوثيقات أخرى عن الغناء والألحان في إذاعة اسكندرية. خلونا إن شاء الله نستأذن حضرتك تكون موجود معنا مرة تانية إن شاء الله. بتقدم لحضرتك بالشكر، كل الشكر لحضرتك. إن شاء الله، وأنا بشكرك جدا وبشكر إذاعة اسكندرية وبشكر كل السادة المستمعين اللي استمعونا. أحلام زميلتي العزيزة المتألقة دوما ما تقدم لحضرتك عزيزي المستمع أجمل ما عندها. كل الشكر ليك زميلتي أحلام. أشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي، هيكون معنا ضيف جديد ونجم جديد. كان معاكم خالد السيد.